في عام 1982 جلس ثلاثة أصدقاء، جينسون هوانغ، كريس مالاكوسكي، وكورتيس بريم، في مطعم تايلاندي صاخب. جمعتهم رؤية مشتركة: بناء مستقبل قائم على رسومات الكمبيوتر. لم يكونوا يعلمون حينها أن شركتهم الناشئة انفيديا ستصبح عملاقاً في عالم التكنولوجيا. ولكن في تلك الأيام الأولى كانت طموحاتهم مدفوعة بالشغف والمعكرونة الحارة. لم تكن رقائق الرسومات الموجودة قوية بما فيه الكفاية. أدرك الثلاثي فرصة ذهبية. كانوا يعتقدون أن بإمكانهم تصميم شريحة متفوقة، شريحة يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لرسومات ثلاثية الأبعاد. كان استثمارهم الأول مجرد $40,000 جمعوها من مدخراتهم. كان عالم أجهزة الكمبيوتر تنافسياً للغاية. لكن المؤسسين لم يثنيهم ذلك، إذ كانوا يمتلكون إيماناً راسخاً برؤيتهم. كان عالم الألعاب في التسعينيات عالماً من الشخصيات ذات المربعات والمناظر الطبيعية المصممة بوحدات البكسل. ألعاب مثل دوم وولفنستاين 3D أشارت إلى إمكانات رسومات ثلاثية الأبعاد، لكن الأجهزة لم تكن مواكبة. في عام 1990 أصدرت انفيديا GeForce Super Crimson. تم تصميم وحدة معالجة الرسومات الرائدة هذه أو GPU خصيصاً لرسومات ثلاثية الأبعاد. تميزت بميزات مثل تحويل الأجهزة والإضاءة، وهي إمكانيات لم تكن معروفة من قبل في شريحة من فئة المستهلك. كان التأثير فورياً. لقد بثت جيفورس Super Crimson الحياة في ألعاب الفيديو. تحركت الشخصيات بسلاسة، وأصبحت البيئات واقعية بشكل مذهل، وتحولت تجربة اللعب. لقد وجدت انفيديا ضالتها. نجاح جيفورس Super Crimson قذف انفيديا إلى طليعة صناعة الألعاب. أصبح اللاعبون المتلهفون للحصول على تجارب غامرة يطلبون وحدات معالجة الرسومات من انفيديا. بحلول أوائل الألفية الثانية أصبحت انفيديا قوة لا يستهان بها. أصبحت وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم مرادفة لأداء الألعاب. لاحظوا عملاق التكنولوجيا إنتل ذلك. وإدراكاً للقيمة الهائلة وإمكانات انفيديا، تقدمت إنتل بعرض للاستحواذ على الشركة. لقد كان عرضاً مغرياً. كان عرض إنتل كبيراً، $1,000,000 مذهل. لكن قيادة انفيديا اتخذت قراراً جريئة. رفضوا عرض إنتل، معتقدين أن إمكانات انفيديا الحقيقية تتجاوز بكثير الألعاب. كانت لديهم رؤية أوسع تشمل الحوسبة العلمية والذكاء الاصطناعي وما وراء ذلك. مهد هذا القرار الطريق لتحولهم إلى قوة دافعة وراء ثورة الذكاء الاصطناعي. بينما تم تصميم وحدات معالجة الرسومات من انفيديا في البداية للألعاب، إلا أن بنيتها الأساسية كانت تحمل إمكانات هائلة لتطبيقات أخرى. تفوقت وحدات معالجة الرسومات هذه في المعالجة المتوازية، وهي القدرة على إجراء حسابات متعددة في وقت واحد. في عام 2000 أطلقت انفيديا كودا أو Compute Unified Device Architecture، وهي منصة برمجة ثورية. سمحت كودا للمطورين بتسخير قوة المعالجة المتوازية لوحدات معالجة الرسومات من انفيديا للحوسبة للأغراض العامة. سرعان ما أدرك العلماء والباحثون إمكانات كودا. يمكن الآن استخدام وحدات معالجة الرسومات لتسريع عمليات المحاكاة المعقدة وتحليل مجموعات البيانات الضخمة ودعم الاكتشافات الجديدة. أدى إدخال كودا إلى تحول انفيديا من شركة تركز على الألعاب إلى مزود أدوات أساسية للتقدم العلمي. مع تقدم مجال الذكاء الاصطناعي، أدرك الباحثون أنهم بحاجة إلى موارد حوسبة قوية بشكل متزايد. كافحت وحدات المعالجة المركزية CPU التقليدية لمواكبة متطلبات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة. ظهرت وحدات معالجة الرسومات من انفيديا مع منصة كودا الخاصة بها كحل مثالي. أثبتت قوة المعالجة المتوازية لوحدات معالجة الرسومات أنها تتناسب تماماً مع المتطلبات الحسابية للذكاء الاصطناعي. في عام 2012 أصدرت انفيديا تسلا P1 ماي، وهي أول وحدة معالجة رسومات مصمماً خصيصاً للتعلم العميق. تبع ذلك الأكثر قوة في عام 2012
وأي ويك في عام 2020. عززت هذه الرقائق مكانة انفيديا كمزود رائد لأجهزة الذكاء الاصطناعي. بلغت رحلة انفيديا من شركة ناشئة صغيرة إلى عملاق تكنولوجي ذروتها في حدث تاريخي في عام 2024 تجاوزت قيمتها السوقية $1 تريليون. أصبحت وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم موجودة في كل مكان، حيث تعمل على تشغيل كل شيء من أجهزة الكمبيوتر الشخصية للألعاب وخوادم السحابة إلى السيارات ذاتية القيادة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة العلمية. أصبحت منصة كودا الخاصة بهم المعيار الصناعي للحوسبة المتوازية. غالباً ما تجاوز الطلب على منتجات انفيديا، وخاصة وحدات معالجة الرسومات المتطورة، العرض. على الرغم من هذه العقبات، بدأ مستقبل انفيديا مشرقاً. كانوا في طليعة العديد من التقنيات التحويلية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة والميتافيرس. بينما تتطلع انفيديا إلى المستقبل، فإنها تواجه مشهداً معقداً مليئاً بالفرص والتحديات. تشتد المنافسة في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم شركات مثل جوجل وأمازون بتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. يضيف المشهد الجيوسياسي، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة والصين، طبقة أخرى من التعقيد. جذبت هيمنة انفيديا في سوق وحدات معالجة الرسومات انتباه المنظمين في جميع أنحاء العالم. ستتطلب مواجهة هذه التحديات مناورة ماهرة واتخاذ قرارات استراتيجية. رحلة انفيديا من حلم مطعم تايلاندي إلى عملاق بقيمة $1 تريليون هي شهادة على قوة الابتكار والرؤية.